النهارده الزمالك اتغلب من الاهلي في دوري الجمهوريه مواليد 2005. واحد يجي يقول لي ايه يعني؟ ده شباب صغير وايه المشكله لما الزمالك اتغلب وبتاع؟ لا، لازم تاخد بالك ان شباب مواليد 2005 هم دول المفروض ان العصب بتاع فريق نادي الزمالك الكبير. يعني المفروض الفريق ده هنطلع منه لعيبه كويسه تلعب في الفريق الكبير. لكن بالوضع ده والمنظر ده انت عندك مشكله في الفريق مش حلو، في لعيبه كتيره ما تستحقش المكان اللي موجوده فيه. لازم تحسن من جوده فرق شباب نادي الزمالك، لان الفرق واللعيبه دي هي دي اللي بتدعم الفريق الكبير بعد كده. فلما يبقى المستوى تعبان كده هيطلع بعد كده يروح فين؟ هتضطر ان بعد كده كل لعيب بعد كده محتاجه الفريق الكبير تشتريه بملايين. طب ما تحسن جوده اللعيبه الشباب مواليد 2003 ومواليد 2005 ومواليد 2007 عشان الامور تمشي معاك بعد كده. تحتاج لعيب للفريق الكبير، هتلاقي لعيب جاهز موجود وسعره متاح. لكن بالجوده اللي موجود فيها فرق الشباب في نادي الزمالك احنا عندنا مشكله. ده اللي انا بطالب بيه النهارده. لو سمحتوا اداره نادي الزمالك، لو سمحتوا حسنوا الكواليتي بتاعت الفرق الشباب مواليد 2003 و2005، علشان انت لما تحتاج لعيبه من دول يروحوا الفريق الكبير الفريق الاول لنادي الزمالك يدخل ويدعم الفريق من غير ما تدفع فلوس كتير زي ما انت بتعمل دلوقتي. اتعلموا من اخطائكم عشان ما نرجعش للدوامه تاني.